السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي واخواتي في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة بإذن الله. جاي لكم ان شاء الله بفيديو جديد النهاردة، والفيديو بتاعنا حلو جدا، ان شاء الله تستفيدوا منه وينال اعجابكم. حبايبي يا ريت لو مشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك، عايزه لايكات كتير جدا جدا على الفيديو ده علشان يوصل لاكبر عدد من اخواتنا وحبايبنا ويستفيدوا معانا بتطورات السوق وتطورات الاسعار كل يوم اول باول. ان شاء الله هنزل لكم فيديو الاسعار كل يوم حتى ولو كانت الاسعار ثابته. بدايه كده النهارده طبعا انتوا عارفين ان السوق في موجه ارتفاع اسعار، بس في استقرار كده من وتقريبا الاستقرار بدأ من النهارده. عامة نبدأ ونقول الأسعار. معانا الكتكوت الأبيض سواء كان قب أو إربو أو إبيان معدن أو رز، كل الأنواع دي من الكتكوت الأبيض عاملة النهاردة أقل سعر 30 جنيه وأعلى سعر 31 جنيه. كمان معانا الكتكوت البلدي المشعر اللي هو ثنائي الغرض، الكتكوت ثنائي الغرض اللي الديوك منه بتدبح تسمين، ما شاء الله طعمها بيبقى جميل جدا نفس طعم البلدي الحر، حاجة كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والبرابر منه بياضة طبعا بتجيب أعلى معدل في البيض لو اهتمينا بيها. ودينا الأملاح المعدنية والكالسيوم والفيتامينات والعلف المناسب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتجيب أعلى معدل في البيض. فده كتكوت الثنائي الغرض سعره النهاردة أقل سعر 9.5 وأعلى سعر 10 جنيه. معنا كمان الكتكوت الساسو جيل تاني واللي عامل النهاردة أقل سعر 16 جنيه وأعلى سعر 16.5. كمان معانا الكتكوت الساسو الشيفر أقل سعر 21.5 وأعلى سعر 22 جنيه. كمان معانا الكتكوت الجميزة البيور أو الفيوم اللحم، وده كتكوت مناعته عالية جدا جدا، اللي هو ده ما شاء الله طبعا كلنا عارفينه، اللي هو بيكون أسود وفيه دقة بيضة سواء كانت من البطن أو من الرأس أو في أي مكان في الجسم عامة. الكتكوت ده مناعته عالية جدا جدا، بيجيب أعلى معدل، اللي هو ده الكتكوت الجميزة البيور، بيجيب أعلى معدل في اللحم، تحويله عالي جدا جدا ما شاء الله لو اهتمينا بيه. طبعا أساسيات في تربية الكتاكيت عموما أو البط أو أي نوع من أنواع الطيور، دواء الاستقبال والمضادات الحيوية والأملاح المعدنية والكالسيوم على حسب بقى نوع الكتكوت طبعا، ودرجة الحرارة تتظبط حتى ولو كنا في الحر زي دلوقتي. هنقول الكتكوت الجميزة البيور ده بيحول لحم على شهرين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو 60 يوم بيشيل معاك 2 كيلو و2 كيلو ونص، جميل جدا. بيكون طبعا أغلبه ديوك، نادرا لما بتلاقي فيه بربرة في الجميزة البيور تحديدا، وعن تجربة ما شاء الله طعمه جميل جدا طعم البلدي. ولو حابين تعملوا مشروع بيكون سعر اللحم بتاعه عالي جدا، بيبقى نفس سعر تقريبا نفس سعر البط السوداني، بيبقى معدل 110. فربنا يوفقكم، توكلوا على الله لو حابين تعملوا مشروع انصحكم بيه. نقول سعره بقى. سعر الكتكوت الجميزة البيورو النهاردة أقل سعر 23.5 وأعلى سعر 24 جنيه. أما بالنسبة للكتكوت الفيوم الرزي فرز برابر أقل سعر 15.5 وأعلى سعر 16 جنيه. كمان الكتكوت الفيوم الرز فرز الديوك أقل سعر 24.5 وأعلى سعر 25 جنيه. كمان موجود معانا السمان سواء كان أبيض أو أسود أقل سعر 5.5 وأعلى سعر 6 جنيه. بالنسبة بقى للبط أنواع البط وأسعاره، معانا موجود البط الستار البيور اللي هو البط التسمين يا جماعة، ودي أسرع دورة تسمين في البط عموما ما شاء الله لا قوة إلا بالله. البطة بتشيل 4 كيلو و4 كيلو ونص في شهرين، طبعا برضو على حسب الاهتمام والعلف، إذا اهتميتي بيها ما شاء الله بتبقى أسرع دورة تسمين في البط عموما. واللي عامل سعرها النهاردة أقل سعر 27.5 وأعلى سعر 28. موجود كمان معانا البط الفرنساوي العادة أقل سعر 21.5 وأعلى سعر 22 جنيه. كمان موجود معانا البط البغال أو البط المولر المحلي أقل سعر 51 جنيه وأعلى سعر 51.5. أما بالنسبة بقى للبط المسكوفي الأر 41 وده سعره عالي ما شاء الله النهاردة،
أقل سعر 48.5 وأعلى سعر 49. بالنسبة للرومي موجود الرومي الأسود عمر 35 يوم، أقل سعر 90 جنيه وأعلى سعر 95 جنيه، عمر 35 يوم. بكرر تاني. كمان موجود معانا الرومي الأبيض عمر 25 يوم، أقل سعر 200 جنيه وأعلى سعر 250 جنيه. بالنسبة بقى لأسعار اللحم النهاردة، اللحم الأبيض النهاردة سعر الفراخ البيضة في الأسواق النهاردة السعر المعلن 64 جنيه وسعر التنفيذ 65 جنيه. أما بالنسبة لسعر المستهلك النهاردة 75 جنيه. أنصحكم يا حبايبي تتوكلوا على الله وتشتغلوا، سواء لو ما كنتوش حتى هتعملوا مشروع، سواء كنتوا ستات بيوت او ايا كان اللي عايز يسكن كتاكيتي في الوقت دوت. الجو بدأ يتحسن، وايا كان بقى سعر الكتكوت عالي طبعا انا معاكم، بس توكلوا على الله واشتغلوا. لو حتى مش هنشتغل مشاريع، نعمل على الاقل حاجة كده تربية بيتي، نعمل اكتفاء ذاتي في بيوتنا، سواء كان هننتج بيض او هننتج فراخ للاكل او ايا كان التربيه اللي هنربيها هتعود علينا بالخير طبعا، لان كلنا طبعا عارفين سعر كيلو اللحم عالي جدا، سواء كان في البط او الكتاكيت او الفراخ البيضاء كمان. فتوكلوا على الله واشتغلوا. ده البط المولر يا حبايبي، البطه دي جميله جدا في التربيه، وده البط البيور سواء كان دي او دي. البط المولر اللي هو البط البغال بيحاول لحم على 80 يوم بيشيل ما شاء الله لا قوة الا بالله، بيشيل من 5 كيلو ل 6 كيلو طبعا على حسب الاهتمام والعلف. كمان البط البيور اللي قلت لكم ان هو اسرع دورة تسمين في البط عموما، بيشيل على 50 يوم او 60 يوم. 4 كيلو 4.5، واحيانا توصل معاكي البطة ل5 كيلو لو كانت ذكر. فتوكلوا على الله واشتغلوا. كل الاسعار زايده طبعا، انا معاكم في اسعار الكتاكيت واسعار البط في الوقت الحالي. طبعا بالنسبه لمعدلات السحب عاليه جدا في الوقت الحالي من السنه، بالنسبه مقارنه بقبل كده من العوام الماضيه. لكن هنعمل ايه، توكلوا على الله. شركه الكتاكيت طبعا بتستغل الفرص، فمش هنقف بقى نحط ايدنا على خدنا ونتفرج ونشتري الحاجه طبعا غاليه. تربية البيت بتختلف جدا عن تربية المزارع، فاشتغلوا وربوا في بيوتكم، اعملوا اكتفاء ذاتي، سواء هننتج بيض او هننتج فراخ للاكل او كمان بط ايا كان. بالنسبة بقى للجماعة اللي بيسكنوا، سواء كنا مبتدئين او كنا ناس بنربي عادي في البيوت، علشان طبعا ارتفاع الاسعار دوت، اللي كان بيسكن 100 كتكوت يتوكل على الله ويسكن 50. فاشتغلوا بنص الكمية احسن ما توقفوا خالص، لان في الوقت الحالي الاسعار عالية جدا، وكمان ما انصحش حد ان هو يوقف تسكين. وربنا يوفق الجميع ان شاء الله ويرزقنا حلال طيب مبارك انا وانتم وامة محمد اجمعين. اللي وصل معايا لحد هنا يحط لي اللايك الجميل ويشترك في القناة ويشير الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.